مفاجأة ليا جدا ان انا الاقي حضرتك وكابتن عصام حضري، الله يخليك. والحلقة الموجهة لكل جماهير الاهلي، وحضرتك عمال بتقول ان في 80,000 رسالة و90,000 ايميل ان كل الناس عايزة ان عصام حضري يرجع. نعم. يعني يمكن احنا كشعب مصري بننسى كتير لما كابتن عصام حضري سابنا بعد الماتش المصري، وسبحان الله يعني حتى كابتن محمد نصر النهارده اللي كان بيرقص في التراك النهارده قدام جمهور الاهلي جايب اللقطه بتاعت ماتش المصري لما كابتن عصام حضري كان قاعد على الارض بيفكر هيسافر بكره ازاي، ومش في دماغه جمهور الاهلي ولا في دماغه حد غير ان هو يسافر سويسرا ويعمل عقد كذا نعم. ويسيب الاهلي بقى في افريقيا، ويسيب الاهلي بقى في الدوري، ويسيب الاهلي في بتاع. فاحنا بنتكلم في سن الكابتن حضري قد ايه دلوقتي، وان هو دلوقتي عايز يخلص حياته في النادي الاهلي، وجمهور الاهلي ده ملوش لازمه. طبعا انا عايز اقول لحضرتك واقول لكابتن عصام، لو في حد من مجلس الاداره او اي راجل اعمال اداك امل ان حضرتك ترجع للنادي الاهلي تاني، فانا بقول لك معلش. ولو حضرتك عايز تعرف الجمهور الحقيقي بقى اللي مش بتاع لا رسايل ولا ميلاد، تعال حضرتك يوم الاثنين ماتش الاسماعيلي وانت تشوف جمهور الاهلي في مدرج النادي الاهلي هيستقبلك ازاي. شكرا جزيلا، اشكرك يا استاذ هشام، شكرا جزيلا. من المؤكد كل واحد له رايه، ده اكيد، وفي النهايه نحن نقيس الراي العام بالعدد. يعني هم عملوا قياسات الراي العام ليه؟ لما الاقي عندي 1000 1200 واحد بيتكلموا في اتجاه، واحد او اثنين او ثلاثه بيتكلموا في اتجاه اخر، هذا حقه لا شك.